فين فيديو التقييم يا بيبو؟ بص، الموضوع ده طلب مني كتير وانا بقالي كتير ما عملتوش بصراحه من ساعه الموسم اللي فات، واحنا ما عملناهوش خالص الموسم ده. فيلا بينا نقيم لعيبه نادي الزمالك في ماتش الزمالك وفاركو. انا عارف انها متاخره، كانت المفروض تبقى بعد الماتش على طول، بس مش مشكله. يلا بينا نقيم. صبحي يا صبحي يا صبحي صبحي بامانه عاجبني جدا الفتره الاخيره من ساعه نهائي كاس مصر، ومستواه كل ماتش عن التاني بيتطور. وبصوا بامانه يعني مش واخد حقه، انا شايف ان صبحي مظلوم مش واخد حقه. فانا اديله في الماتش ده 8 من 10. فتوح يا رب تفوق يا فتوح وترجع تاني للبص الفتوح اللي احنا عارفينه. انا نفسي تفوق وترجع تاني للفتوح اللي احنا عارفينه. اديك يا فتوح 6 من 10، واحده واحده باذن الله هترجع. اسامه عبد المجيد 7 من 10، الونش 7 من 10، عمر جابر 5 من 10. يعني انا مش عارف ايه يا عمر، يا ريت تفوق يا عمر. 5 من 10 دي انا كارمك على فكره الصراحه يا عمر. المايسترو عبد الله السعيد 8 من 10، دونجا 7 من 10، شيكو بنزا 9 من 10، الماهر ناصر ماهر 8 من 10، خوان الفينا البرازيلي والاسمر اللي برقصه صامبا اديله 9 من 10. بصوا بالعين دي فيكو، هو حلو وحش اديله تقييم عالي برضه. عضاي الدباغلي كان عاجبني جدا في ماتش امبارح، وشايف ان هو بدا ياخد على اجواء الدوري المصري واجواء الزمالك والكلام ده كله. فانا شايف ان لسه الفتره الجايه هيجي منه تاني، يعني نتقل عليه وهيجي منه والله. اديله 6 من 10. عاش يا عضاي. محمود بن تايج 7 من 10، شحاته 7 من 10. انا مش عارف هي ما عندك ليها اسطوره بصراحه، يعني انت نزلت امبارح كوره في العارضه وكوره متشاله من على خط الجون. انا مش عارف في ايه الحظ معاك السنه دي يا اسطوره، انا مش فاهم. 7 من 10 يا اسطوره. ادم كايد نفس الكلام بتاع عضاي الدباغ، نتقل عليه وانا شايف ان هو بيجتهد وشايف ان هو هيوصل لحته كويسه باذن الله مع نادي الزمالك، فاديله 6 من 10. احمد شريف لو اديته تقييم انا شايف ببقى بظلمه كده بصراحه، لانه ما لحقش يلعب، يعني 10 دقايق تقريبا اللي لعبهم، فانا لو قيمته انا كده بكون بظلمه. فلو اديته يعني التقييم اللي هدوله انا ظالمه، انا متاكد ان هو ظالمه 5 من 10، بس هو ما لحقش يتقيم، او بمعنى اصح ما لحقش يلعب عشان يتقيم. وبس كده، سلام.